عارفة أول ما بصيت في عينيه وهو قدامي كأن أول مرة أشوفه. الشكل شكل ضيا، والعينين لواحد تاني معرفوش. عشان كده بقولك عاوز شغل بالعقل. كان المفروض تاخد الفلوس وتعمل اللي في دماغك. اكتم انتي، أنا عارف أنا بعمل إيه كويس. أنت فاكراني زعلان على الفلوس وهدور أقتل وأحرق؟ اللي ضاع مني أكتر من كده بكتير. بنت موسى؟ مش هقولك ولا هقولك لأ، مش معناها إني عاشقها. ما تعرفيش انتي لما واحد زي يتعلم عليه من مراته. انا عندي ارميها لك لابس سكك وما تاخدش مني لو دراع. ده غير اني سقطت ابني، يعني الموت فيها حلال. شكله يبيع الدنيا كلها عشانها. كنت عامل زي الاطرش في الزفه. انا اشد عليها هو الصدر الحنين، اشد على ايه هو يجوزها من ورايا، البضاعه تتعطل هو يصرفها. دي طيبه وقلب ابيض يا هلال، عامل زي ابويا الله يرحمه. لما بتأمن لحد بتبيع له روحك. ده مش روحي، ده اكتر من روحي، ده ابني اللي انا مربيه. ما ده اللي حصل معايا وعلى يدك من بعد ما ابويا مات. موسى وغيره لعبوا بيا الكوره ونسيوا اللي ابويا عمله معاهم. من العقل يا هلال، عشان نرجع اللي راح مننا من غير ما نخسر تاني. انا ربيت حية في عبي يا ناجي بيه. وعندك حل تخلص منها قبل ما تغرز نابها في لحمك؟ عشان كده انا جاي لك وطالب المدد. سلاح؟ وهيعمل ايه السلاح لا مؤاخذه من غير رجاله يدوس على الزناد؟ انا نويت اخلص وافضها سيره. بلاش، العب بدماغك قبل ما تلعب بايديك. يعني مش هتتخلى عني؟ انا هسافر الفتره دي، اليومين دول مش يوميني، بس انا هسيب لك حد من رجالتي. انت ناقصك حد يعرف يدور لك الدنيا وهو سايب ايده. حد واحد بس؟ هيعمل ايه ده بس يا ناجي بيه؟ لا انا سايب لك حد بيفهم. يا طايل، مرحبا يا طايل. الباشا بيشكر فيك. بعد اذنك. روح وتيجي بالسلامه. يا ريس، لا ما خرجوش من الورشه من ساعه ما قتلتهم الصبح. كان له لازمه ده كله يعني؟ معلش، عشان نعرف ندخل ونخرج من المصنع براحتنا من غير ما حد يهرشنا. كمان بكر خليه مريح في الورشة شوية، دخوله وخروجه كتير غلط يتشم. هنفضل كده كتير ولا ايه؟ مش بقولك على قلبك مروح؟ اللي اسمها يسرية دي شادة السلخة علينا جامد، وانا بصراحة مش عارفة هي معانا ولا علينا. ده بتهددنا يا ضيا. انا مش هقل عقلي واعمله بعقلها دلوقتي يا ورد، عشان لو قلت عقلي هضربها صرمة، واعلى ما فخلهم يركبوه ويبقوا يوروني بقى هيهدوه ازاي. اوعى، احنا مش هنبوظ الطبخ على قرشين ملح. ما انا ما افضلش صايمة كل ده وافطر على بصلة.
اهدى، نخلص اللي ورانا ونبقى نروح لهم. بس انت مش رايق، فيك ايه؟ على ايدك. ايه الجديد اللي مخليك متكعبل قوي كده؟ عايز اوصل لحافظ. وهتفرق في ايه؟ بيقولوا الجمل طلع النخلة، يبقى لازم حافظ يقف قدام هلال. وانت خايف لا يكون حافظ بيكدب عليك. انا همشي عشان عندي مجلس مع هندي. انت مش شايف الشارع والمنطقه بقوا عاملين ازاي؟ ولسه. طب وحمايته؟ ده احنا شغالين له غفر. انت عاوز ناخد تمن من ضعيف عشان نصلناه؟ الضعيف شوكته بتقوى، وفي كلام كتير مرطرط في كل حته، لو سمعته مش هيعجبك. انت قصدك ان ضياء تاجر في المخدرات؟ بلاش نسيء الظن بالناس. احنا عاوزين نحول الظروف لصالحنا، نحقق مصلحتنا، بعد كده نشوف. يا ابني، البني آدم فيه مزايا وفيه عيوب. ما دام ارتضينا نبقى مع بعض لازم نتلافى العيوب بقدر المستطاع ونركز على المزايا. هندي عنده عيوب وعنده مميزات، بيحاول يصلح عيوبه. انت عندك مزايا بس ما بتحاولش تصلح عيوبك. وانا ايه عيوبي؟ تعالى نتنقل للموضوع اللي كلمتني فيه. انا مش عايز يبقى شغلك الشاغل انك تتصيد الاخطاء لهندي. يا ابني، دايما فيه وجهة نظر تانية. يعني انت عاجبك اللي احنا بنعمله ده؟ احنا اتورطنا في موضوع ضيا ده من الاول، وده كان خطأي وانا هحاول اصلحه. بتراقبني؟ انت زعلانه عشان جايب لك حقك لحد البيت؟ لا، ما حدش يزعل ان حقه يجيله، بس كان ممكن في المكتب او في اي حته تانية. ولا انت عاوز تقولي انك تقدر تعرف طريقي في اي وقت واي مكان؟ انت بتحاول تهددني بابني؟ عموما مش هنفضل نتكلم كده على السلم. ما يصحش ادخل بيت واحده ست عايشه لوحدها في ايه؟ انا مستنيكي تحت. انا عرفت انك مكتمه على موضوع ابنك دوت، بس ما عرفتش ليه. زي ما انت مكتم على موضوع عريان واللي معاه ومروان من قبله. انت مش بتبص حواليك، انت اخرك بالعافيه بتبص تحت رجلك. وايه بقى اللي انا مش شايفه؟ انك ممكن تتسجن او تتعدم. انا ما جيتش هنا عشان اخوفك. ولا انا بخوفك. مفيش حاجه تتمسك عليا. جايز في موضوع مروان عشان جثته اختفت، انما في موضوع عريان واللي معاه لا. ده جالك في عز الظهر واتخانق معاك، بس ما تقلقش، عندي اللي يشيل. اصل عريان واللي معاه كان عندهم مشاكل مع طوب الارض، والف من يتمنى يخلص منهم باي تمن. ما هو انا مش هشتغل معاك وانت ملطوط. ماشي. طبعا ده له حساب تاني.